أنت اتكلمت كتير على حتة الجواز والاختلافات الكتيرة بحكم إن أنت بدأت تدرس وتسمع القصص، إيه اللي ممكن يكون بيسبب بُعد أو لدرجة لمرحلة الانفصال، وللأسف إحنا شايفين انفصال كتير الفترة اللي فاتت بيحصل. أنا ما باسمعش الحقيقة غير من ناحية الستات، يعني أسمع هي اتطلقت ليه، انفصلت ليه، وبحكم أصحابي، يعني عمري ما باتكلم مع أصحابي الولاد في الموضوع ده، بس curious إني أعرف هل قرار الانفصال أو الطلاق سهل على الراجل؟ بُصّي، أنا كنت مرّة كنت باتكلّم مع حد وقال وهو كان يعني حد خبير في العلاقات، وقال الpart اللي بيsuffer بيتعذّب هو اللي بيcare. الشخص اللي هو بيcare على الأطفال لو في أطفال، اللي بيcare على الpartner اللي قلبه على الناحية التانية، على الpart التاني، هو ده اللي بيتعب. فلو في الحالة دي الراجل كان هو اللي actually قلبه على البيت وعايز يبني بيت وعايز يأمن البيت وفي ولاد وعايزهم أحسن حاجة ليهم ومش مرتاح في بيته وعامل اللي عليه من وجهة نظره، والبارت التاني ما مثلا ما بيرحمش يعني إن كلام العامة، فهو الراجل بيبقى خلاص يعني هيموت. يعني انا سمعتها كتير ان انا هانام هصحى مش هتلاقوني. يعني انا طب اللي هو انتوا اللي هو انت لو يعني انا سمعتها كتير، اللي هو لو انت كده ممكن تموت. انت المفروض تبقي عايزاني اعيش لو عايزه افضل ابروفايد. it doesn't make sense ان كم البريشر ده انا هموت. وفعلا وفي فعلا اللي بينام ما بيصحاش. يعني امين ات از النكد والضغط والبريشر. والمشكله الاعمق ان الراجل أو الشخص اللي في الحته دي، لان مش شرط يبقى راجل او ست قد ما هي شخصيه، بيكون اصلا متربي مثلا ان هو مع اهل مثلا which is كان ساعتها نورمال ان هو محتاج ان هو يثبت نفسه. it's never good enough، فلازم يفضل يعمل كذا لحد ما يحس ان هو enough، فهو اوريدي واخد على انه يحرق بنزين. فلما البارت التاني مش بيحتوي ده، يعني بيكالم الشخص ده لا وخلاص وارتاح. واهم كلمه من وجهه نظري في العلاقات كلمه consistently. لان ممكن حد يقول لك ما انا قلت كذا، بس انت قلتها يوم و10 بوظت الدنيا، قلتها يوم و10 بوظت الدنيا. consistently انت الشخص ده consistently. انت consistently بتبقى يعني ان بتسبورت البارتنر. فالشخص بيوصل ان بيوصل لمرحله ان لو حد استفاد يعني من التريد دي فيه، الشخص هيتحرق هينهار، لان هو مهما بيعمل البارت التاني مش مكتفي، فحاسس ان خلاص انا هموت، اعمل ايه تاني عشان ابقى انف. ولو أنا بادّيك شوية وباوقّف وبادّيك شوية وباوقّف مش consistency فده مش ده كفاية. illusion of ده illusion، ده manipulation. أنا باحس كمان إن الالتزام بحاجة مهما كان إيه هو القرار اللي إحنا قررنا نلتزم بيه، ده نوع من أنواع تقييم النفس أو يعني احترام النفس، اللي هو أنا لمّا باقول أنا هاعمل ده كل يوم أو هابدأ أقول ده كل يوم، لمّا actually بالتزم تبقى حاجة احترامًا للكلمة اللي أنا قُلتها. أنا إيه رأيك في الموضوع ده؟ ايوه طبعا، ايوه طبعا. يعني انا لو قلت ان احنا بعد كده اتفقنا على حاجه معينه، طالما في سي كونكشن، طالما ان احنا لما بنيجي نتفق على حاجه احنا تواصلنا، خلاص كأنه عقد حصل. حتى على المستوى الشخصي كمان، لو أنا قررت أنا النهارده هاتمرّن كل يوم، يعني أنا شايفة إن أنت عامل مثلًا challenge أنت بتنزّلها على إنستجرام صلاة الفجر يوميًا، بقى لك كام يوم دلوقتي؟ 115 الحمد لله. حاسس الحمد لله ما شاء الله، بس حاسس إن ممكن يكون إن أنا فكرة إن أنا التزمت بإن أنا باعمل حاجة كل يوم دي فرقت معاك، فكرة الالتزام نفسه فرقت معاك personally؟ اه طبعا، انا اعتقد ان انا شخص بيفكر ان انا عندي ADHD. يعني ما الدنيا بايظه مني خالص، clinically diagnosed، يعني I have it. فانا بفكر ان انا ما اقدرش ابقى بيرفكت طول اليوم، ما اقدرش ابقى على طول كده. طب اعمل ايه؟ فبدات افكر على ايه اكبر عادات اديها فوكس هتجيب لي اكبر ريتيرن اون انفستمنت على ماي منتال والفيزيكال هيلث. فقلت مثلا انا محتاج ان انا اكون بصحى الفجر. فصلاه الفجر دي بت اكتر حاجه بتقربني لربنا.
ودي نعمة لحد يا رب يوم ما أموت تفضل موجودة يا رب. دي الوقت اللي أنا باحس إن أنا تواصلت مع ربنا وشُفت معجزات، فعلًا، شُفت معجزات وشُفت حاجات لن أتحمّلها ever من غير الصلاة. no way، no way. وهي فتحت لي الأذكار، يعني هي بتعمل كده. فصلاة الفجر is a turning point in my life. الالتزام بحاجة يوميًا بيفرق أوي في نفسية الشخص، إن أنا كل يوم ملتزم إن أنا باعمل نفس الحاجة في نفس الوقت، بتفرق أوي. بتدّي predictability والpredictability بتطمّن. يعني لمّا تبقى أنت عارف روتينك ماشي إزاي أنت بتطمّن، بتبقى خلاص it's predictable، فأنت بتبقى مرتاح. لكن لو حد الروتين is disturbed وall over the place، بيبقى حاسس إن هو على طول بpanic، مش عارف إيه اللي هيحصل إمتى وإيه الدنيا ماشية، فبيبقى حاسس إن هو مش مستقر. فالconsistency بتخلّي الشخص متطمّن، بعد فترة معيّنة بتطمّنك.